عايز تبدأ تتعلم مهارات ومحتار تبدأ منين وازاي؟ النهارده هقولك على أهم تمارين لازم تتقنها عشان تدخل عالم الكاليستانيكس. السلام عليكم، اهلا بيكم. معاكم اسلام تعيلب، مدرب ولاعب كاليستانيكس. في الفيديو ده هنعمل تمارين اساسيات للمبتدئين عشان خاطر تتأهل ان انت تتعلم على الحركات. في البداية انت لازم تتمرن على الاساسيات عشان خاطر تقوي العضلات والاعصاب وتعمل تأهيل للمفاصل والاوتار للحمل الزايد عليه. لما تتمرن على حركات ان انت تعمل هاند ستاند او تعمل باك ليفر، حركات كلها بتبقى عكس المفصل وبتضغط على الاعصاب والاوتار، عشان كده لازم تكون مؤهل 100% في جسمك وعضلاتك. قبل اي تمرين مهم مرحلة التسخين، على الأقل يكون 15 دقيقة. تعالوا بينا نسخن مع بعض. أول تمرين معانا هو إن أنت تجري مكان، ممكن 30 ثانية أو 40 ثانية. بعدها نعمل جامب جاكس، بعد كده نعمل لفة دوران الدراع بالشكل ده والكتف والرقبة ومفصل الإيد. بعدها نعمل استرتشات. خلصنا مرحلة التسخين، وأهم حاجة تكون واكل من ساعة ونص لساعتين قبل التمرين، وتهتم بشرب المية على مدار اليوم وأثناء التمرين. أول تمرين معانا هو الأستراليان بول أب، ممكن تعملها على عقل باب أو مكتب. هتنام بالشكل ده وبتسحب لغاية صدرك، وكل ما كانت مسكة ايدك اعلى كل ما كان التمرين اسهل. تاني تمرين معانا هو تمرين البوش اب، تمرين الضغط بالشكل ده، وتبدأ تلعب. تجنب الاخطاء بتاعة التمرين زي انك تفتح كوعك لبره او ما تنزلش الاخر. ولو التمرين صعب عليك انت ممكن تحط ركبتك على الارض وتلعب بالشكل ده. تالت تمرين معانا هو البنج ديبس. البنج ديبس انت ممكن تستخدم متوازي بيرلت زي ده يا اما كرسي، تحطه وراك بالشكل ده وايدك بتكون لجوه وبتفرد رجلك، تبدأ تلعب. تجنب اخطاء التمرين ده ان انت كوعك ما يفتحش لبره، بيقفل لجوه. هنيجي التمرين اللي بعد كده، هو مهم اوي لعضلات الكور. ممكن تلعبهم على كرسيين او بيرلت زي ده يا اما متوازي. ان انت تمسك كده وترفع ركبتك بالشكل ده وتفضل ثابت. التمرين اللي بعده هو بيشتغل عضلات الكتف. لازم نقوي كتفنا عشان خاطر نأهل الكتف لحركات الهاند ستاند او الباك ليفر. تكون عامل وضع ضغط بالشكل ده وترجع منه كده وترجع للضغط تاني، تروح للبايك وبعد كده ترجع للضغط. تاني تمرين معانا هو الليج ريزز، هو بيشتغل على عضلات البطن. لو التمرين ده صعب عليك انت ممكن تنزل تريح على الارض برجلك وترفع وتنزل تاني، يا اما ممكن تشتغلها رجل ورجل. التمرين اللي بعده هو تمرين لعضلات الرجل. تقف بالشكل ده وتلعب سكوات. تجنب اخطاء التمرين ده ان انت ركبتك ما تدخلش لجوه ولا تفتح اول بره، شكل مستقيم، وركبتك ما تعديش مشط رجلك. اخر تمرين معانا هو تمرين البلانك. تجنب اخطاء التمرين ده ان انت وضع ظهرك يكون بالشكل ده، ما يبقاش كده، ما تبقاش لفوق كده، بالشكل المستقيم ده. وبكده نكون خلصنا اهم تمارين تبدأ بيها في مرحلة الكاليستانيكس. وافتكر دايما ان انت ما تستعجلش في فترة التأهيل عشان خاطر تتفادى الاصابات لما بتيجي تعمل حركات حلوة دي، عشان خاطر تتفادى الاصابات الناتجة عن ان انت مش مؤهل كويس في الاساس. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي تخليك اقوى واحسن. اشوفكم التمرين الجاي على خير، سلام.